عمل على ربط المحافظتين بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الذي طهر المنطقة من الإرهاب والإرهابيين. وفد شعبي ورسمي من الحسكة انتقل إلى حلب عبر هذا الطريق. مراسلنا فاضل حماد والتفاصيل. حلب قصدنا وأنت السبيل، قرار وجداني وطني اتخذه وفد شعبي برفقة محافظ الحسكة جايز الموسى للسفر من الحسكة إلى الشهباء برا عبر الطريق الدولي الذي أصبح طاهرا مطهرا من دنس الإرهاب. وصلنا الآن مشاهدينا إلى بلدة عين عيسى في محافظة الرقة، وقطعنا مسافة تقدر ب 250 كيلومترا، وهذا هو أوتوستراد الحسكة حلب، وهي المرة الأولى التي نسلك فيها هذا الطريق منذ 4 سنوات. وما بين الحسكة وحلب تاريخ طويل، فهي مهوى أفئدة الحسكيين ووجهة تسوقهم وتعلمهم وتجارتهم وعلاجهم. واليوم تتوحد الجغرافيا من المالكية إلى حلب ومن حلب إلى السويداء لتكون أقوى من أحلام صناع الموت ودعاة التجزئة والتقسيم. الآن وصلنا مشاهدينا إلى مشارف مدينة منبج في ريف حلب مع الوفد المرافق، تحديدا على جسر قرقوزاك الذي يظهر معنا في عدسة الكاميرا. وكان لنا وقفات في عدة محطات ذهابا وإيابا، فهنا في ريف حلب الشرقي تتصافح الأيدي وتتعانق الأرواح بعد 4 سنوات قطعت فيها العصابات التكفيرية أوصال المحافظتين. شعب الحسكة بعربه وكرده وإسلامه ومسيحيه يحيون حلب، أهل الثبات والبطولة، حلب الشهباء، حلب الإقدام، حلب التحرير، حلب النصر بإذن الله بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. نحن جئنا برا لنسلم عليكم. سوريا موحدة الجغرافيا بعلم واحد بقيادة سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. جيبوا أولادكم من برا، خلي يعودوا للوطن لحق الوطن، نحن انتصرنا. في الرحلة بين الحسكة وحلب تتنسم من جديد عبق الثقة بأن دورة الحياة ستستمر رغم أنوف أعدائها، فالحركة على هذا الطريق تعيدك إلى أيام الزمن الجميل، هذا الزمن الذي يصر أبطال الجيش العربي السوري أن يعيدوه إلينا بأرواحهم وجراحهم لنغني اسمك يا حلب على المجد كتر. هي الخارطة التي تثبت معالمها أقدام راسخة على هذه الأرض، هي أقدام جنودنا الذين لا بد أن يفتحوا كل الدروب من حمصة إلى دير الزور، فحلب، فالرقة. هذه الدروب التي عبدناها أمس بالعرق نعبدها اليوم بالدم الزكي الطهور. فاضل حماد، التلفزيون العربي السوري. وبعد وصول